السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا كده بقى النهاردة هنملى البيت بتاعنا ريحة حلوة كده ودفى كمان. أنا بالنسبة لي مفيش أحلى ولا أجمل من ريحة المخبوزات في البيت. وتعالوا كده بقى معايا ومش هطول عليكم علشان نبدأ الفيديو القمر بتاعنا ده. ما ينفعش نتكلم أكتر من كده، نسمي الله بقى ونصلي على رسول الله ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا. أول حاجة عندي هنا كيلو من الدقيق الفاخر، دقيق متعدد الاستخدامات. هحطه في بولة غويطة عندي كده، وهضيف عليه كده كيس من الخميرة الفورية أو فيما يعادل معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهضيف عليهم كمان 3 معالق كبار من السكر، وكمان هضيف عليهم 3 معالق كبار من السمسم، والسمسم ده أنا محمصاه علشان يدي طعم وريحة كده مع القرص بتاعتنا. وهضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من الملح، وآخر حاجة عندي كده معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وعندي هنا كمان كوباية نصها سمنة ونصها زيت. انا عندي السمنة كده سيحتها على النار، انا ما قدحتهاش، انا سيحتها على النار. عندي نص الكوباية دي نصها سمنة والنص التاني زيت. ولو انت حابة تعمليها سمنة على بعضها تعمليها سمنة، ولو انت حابة ان انت تعملي التلات ارباع سمنة والباقي زيت ممكن تعملي كده زي ما تحب خالص، بس حاولي ان يكون نصها سمنة والنص التاني زيت. هضيفها كده على المكونات الجافة بتاعتي، وهبتدي ان انا اقلب بايدي كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي ببس العجينة بايدي وبقلب كل المكونات كده مع بعضها. ببسها بايدي علشان تبقى زي حبات الرمل كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. والخطوة دي مهمة جدا معانا كده واحنا بنشتغل. ببس الدقيق كده مع السمنة والزيت بتوعي، كل المكونات بتاعتي كده بالشكل ده. بسيت الدقيق بتاعي خلاص، ونيجي بقى للخطوة المهمة اللي هتخلي القرص معانا طرية. عندي هنا كوباية ونص من اللبن الرايب. ده لبن رايب يا جماعة، مش لبن بس، ده لبن رايب هو اللي بيخلي العجينة بتاعتنا طرية معانا كده. هحط اللبن كده بالتدريج زي ما انتم شايفين كده، هحط شوية بشوية وهبتدي ان انا اعجن بايدي. ولو انت عندك عجان وحابة ان انت تحط المكونات دي في العجان تحطها في العجان، مفيش اي مشاكل خالص. بس انا قدامك اهو خطوة بخطوة وبعجن بايدي بالشكل ده. وبضيف اللبن كده شوية بشوية، بعجن بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا الم العجينة واحط كده بقية اللبن بتاعي. انا بحط اللبن كده بالتدريج بالشكل ده وبلم العجينة بتاعتي وهعجن كده. مقادير سهلة وبسيطة، وانا عن نفسي معتمدة المقادير دي وبعملها من زمان. حسيت ان العجينة لسه يابسة في ايدي كده، وانا بعجنها حسيتها لسه يابسة. هضيف عليها كده نص كوباية من المية الدافية علشان تلم معايا بالشكل ده. ضفت عليها نص كوباية من المية الدافية وهبتدي ان انا اعجن تاني كده. مقادير سهلة وبسيطة، وهنشوف كده كيلو الدقيق ده عمل لنا كام قرصة كده. انا هعمل القرص بتاعتي النهاردة بعجوة، مش هعملها سادة. العجينة ابتدت تلم معايا اهي بشكل مظبوط، هتبقى عجينة مثالية كده ان شاء الله. هعجن كده وهلم العجينة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. العجينة اتعجنت معايا خلاص وبقت زي العسل اهي، ملبن اهي بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وايديا نضفت خالص من العجين. ما عادش لازق في ايدي اي عجين خالص، كده بعرف ان العجينة كده تمام وبقت زي الفل اهي ما شاء الله. هحطها كده في الحلة عندي كده وهغطيها بأي حاجة وهسيبها تخمر لمدة ساعة. وده شكل العجينة بتاعتنا بعد ما عدى عليها ساعة، اتخمرت معايا اهي وملت الحلة ما شاء الله. هديها بالبوكس كده وهبتدي ان انا اجيب العجينة بتاعتي كده وهلمها بالشكل ده علشان هبتدي ان انا اقرصها وهحشيها بالعجوة. ولو انتوا عايزين تسيبوها سادة ممكن تسيبوها سادة عادي خالص، حابين تحشوها بالعجوة احشوها بالعجوة. انا بجيب العجوة بتاعتي كده وبحط عليها معلقة من السمنة، وبرفعها على النار وبقلبها كده حلو كده مع معلقة السمنة على النار هادية يا بنات كده. بقلبها كده لغاية لما الاقي العجوة طرت معايا كده خالص، وبحشها كده من على النار. انا مش بحمر العجوة، انا بسيبها لغاية لما تطرى كده معايا. وانا عملت العجوة على فكرة في كذا فيديو عندي على القناة، وانا بعمل القرص الطرية والقرص الناشفة. عملتها عندي هنا كذا مرة خلاص كده.
بقطع العجينة بتاعتي على قد حجم القرصة اللي انا حباها بالشكل ده زي ما انت شايفة، وهفردها فردة بسيطة كده، وهبتدي ان انا احشيها بالعجوة. احط العجوة كده في النص، احاول ان تبقى في النص علشان ما تجيش كده يمين او شمال، وبقفل عليها العجينة بالشكل ده زي ما انت شايفة. طريقة سهلة وبسيطة جدا اهو. بقطع كده على قد القرصة بتاعتي، فردة فردة بسيطة، وهحشيها بالعجوة. بحط العجوة كده فوق العجينة بتاعتي، وببدأ ان انا الم العجينة على العجوة بالشكل ده. لميت العجينة اهو. اهم حاجة ان اقفل على العجوة كويس جدا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وانا عملت معاكم كذا واحدة علشان تشوفوا الطريقة سهلة وبسيطة ازاي. بفرد العجينة فردة بسيطة كده وبحشيها بالعجوة، وهبتدي ان انا اقفلها كويس جدا علشان العجوة ما تخرجش مني كده وانا بسوي القرص بتاعتي بالشكل ده. بجيب العجوة وبحطها على العجينة بالشكل ده، وبلم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقفل بايدي على العجوة علشان ما تخرجش من القرصة واحنا بنسويها بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله العجينة كده طايعة معايا، عاملة زي الملبن، طرية جدا. وانا كده خلاص خلصت كمية القرص اللي معايا، ما شاء الله كلها حشيتها بالعجوة. بصوا ما شاء الله على كمية القرص، عملت لي كمية حلوة قوي. وانا كده خلاص خلصت كمية القرص اللي عندي وحشيتها كلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هغطيها بقى وهسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق، وتعالوا بعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. وده شكل القرص بتاعتي بعد ما سبتها ترتاح لمدة 10 دقايق. شايفين حجمها تضاعف ازاي تاني. هبدأ بقى بأول واحدة احنا عملناها. هجيب أول واحدة كده هبتدي ان انا ابططها. حابة تبططي على ايدك بالشكل ده ايه مفيش مشكلة، تحطي في الصينية كده وتبططي في الصينية زي ما انت حابة، وما تقلقيش مش هتلزق منك في الرخامة خالص وانت تبططيها، ولا هتحط لها لا دقيق ولا حاجة، هي مش محتاجة دقيق ولا اي حاجة خالص. هتبططيها بالشكل ده. تبطيطة بسيطة كده زي ما انتم شايفين، وده سمك العجينة بتاعتنا، مش عايزينها اتخن من كده ولا ارفع من كده عشان تطلع معاكي قرصة حلوة كده. ببطط القرص بتاعتي بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وعملت لكم كذا واحدة علشان تشوفوا الطريقة. واول ما بططها برصها في الصواني بتاعتي. الصواني بتاعتي مش مدهونه حاجه خالص، وما تقلقيش مش هتلزق منك خالص، بس لو انتي قلقانه ممكن تدينيها دهنه خفيفه قوي قوي من الزيت، لكن ان شاء الله مش محتاجه انها تدهن اي حاجه. انا الصواني بتاعتي ما دهنتهاش حاجه خالص. ببطط وبرصص كده في الصواني بتاعتي بالشكل ده، صواني ألمونيوم اهو. وصفة سهلة وسريعة جدا، ما خدش مني وقت خالص. يعني كنت سهرانة بالليل قمت عملتهم، عملت الكيلو دي ده وانا سهرانة، انا قاعدة كده مع نفسي، ما اخدوش مني وقت خالص، تقريبا ساعة عجين وتخمير وخلصتهم، ما اخدوش مني حاجة خالص. رصيت كده العجين في الصواني بالشكل ده، وتبطط القرص بتاعتك بالسمك ده، يعني مش اتخن من كده ولا ارفع من كده، علشان قوامها يبقى مظبوط معاكي. وريتك كذا واحدة اهو بالشكل ده. تمام. بعد ما خلصت كمية القرص اللي معايا، بصوا ما شاء الله على كمية القرص اللي معايا، يعني تقريبا كده يا جماعة 40 قرصة اتعملوا بكيلو دقيق واحد بس. بعد ما خلصنا كمية العجين كلها بغطيها كمان مرة، وبسيبها لمدة نص ساعة علشان تختمر معايا كده تاني، وحجم القرصة يتضاعف كده ويكبر معايا كده. تقريبا بعد ما عدى عليها نص ساعة، بصوا ما شاء الله حجمها تضاعف ازاي واختمرت تاني عن ما كنت حطاها في الصينية. طب هنسويها ازاي؟ لازم الفرن بتاعنا يكون والع قبلها ب10 دقايق، وتكوني مولعة الفرن بتاعك على درجة حرارة 200 قبلها ب10 دقايق. وبعد كده بتحط القرص بتاعتك على الرف اللي في النص، وتولعي لها من تحت كده. وأول ما القرص بتاعتك تحمر من تحت وتاخد لون أحمر حلو كده، بتطفي عليها النار من تحت وتشغلي لها الشواية تحمر الوش بتاعها كده من فوق. يعني التسوية بتاعتنا بمنتهى السهولة والبساطة. هنولع الفرن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 200، وبنولع من تحت بس الأول. القرص بتاخد 10 دقايق تتحمر كده من تحت في الأرضية بتاعتها من تحت، وبعد كده بطفي عليها النار من تحت، وهولع لها الشواية تحمر وشها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده.
والقرص بتاعتنا أول ما بتخرج كده من الفرن باغطّيها واسيبها لغاية لمّا تبرد، الحركة دي بنعملها علشان القرص بتاعتنا تفضل طرية من أول واحدة لآخر واحدة، عمرها ما هتنشف منِّك أبدًا وهتفضل طرية جدًا معاكِ، وطول ما عملتوا الحركة دي طول ما هتفضل القرص طرية معاكِ، وهنا القرص بتاعتي أهي بعد ما خلّصناها كلّها وطلّعناها من الفرن ما شاء الله حاجة بجد تشرح القلب. وأول ما القرص بتاعتي طلعتها من الفرن كده غطيتها لغاية لما بردت. بصوا ما شاء الله القرص بتاعتي طرية جدا وهشة وطعمها بجد كان تحفة، حاجة كده تاخد العقل. وبجد يا جماعة هي دي القرص الفلاحي على أصولها بطريقة أمي، الواحدة منها تجر واحدة كده مع كوباية شاي الصبح كده، أو كوباية شاي بلبن، حاجة كده تحفة مفيش أحلى ولا أجمل من كده. اعمليها بقى ودفي بيتك وفرحي ولادك، حاجة مفيش أجمل من كده، ومقاديرها سهلة وموجودة في كل بيت. الفيديو بتاعنا خلاص خلص، اللي عجبته القرص بتاعتنا ياريت بقى يعمل لايك، ومستنياكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه في التعليقات، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.